اسمي عفاف الهدهد. بلعب رماية، عندي 19 سنة. دلوقتي فترة الاستعداد خلصت، ودلوقتي خلاص احنا مسافرين الأسبوع الجاي، فاحنا بنستعد للسفر. اتمرنا كتير وجامد وسافرنا وخدنا experience. عملنا حاجات كويسة، نتائج كويسة كتير، وفي رماية خدت ميداليات كتير في السيزون ده. لا احنا قريبين قوي، وان شاء الله هيبقى في ميداليات للرماية. يعني ان شاء الله توعدي مصر بانك ترجعي لها ميداليه من الاولمبياد ان شاء الله. يعني شايفه المنافسه ازاي مع ابطال العالم هناك؟ هي قوية جدا، بس ال ال الأرقام قريبة يعني. كلمينا عن الاستعدادات اللي قدمها ليكوا اتحاد الرمايه علشان تقدروا توصلوا لريو دي طلعنا جانيرو. كأسية العالم، أخدنا منها experience كتير، وكان كل مرة بنروح بطولة كانت بتبقى أحسن من اللي قبلها، الأرقام أحسن، لأن كل ما بنسافر وكل ما بناخد خبرات أكتر يعني. بس فدلوقتي الحمد لله وصلنا يعني توب فورم إن شاء الله. ايه اللي ناقص مثلا الاتحاد مش بيقدمه لكم وانت تتمني ان الاتحاد يقدمه لكم؟ هو حاليا احنا مركزين قوي على التمرين وعلى ان احنا نحاول نفصل نفسنا عن اي حاجه عشان نعرف نعمل في البطوله كويس، ونحاول نجيب التوب فورم بتاعنا اللي هو البرفورمانس الصح في كل حاجه. فمش مركزين في حاجات دلوقتي غير في البطوله وبس ان شاء الله. طيب شايفه الاستعدادات الامنيه ازاي من البعثه للحفاظ عليكم في ظل الاضطرابات الامنيه في البرازيل؟ لا انا يعني بسمع كل يوم ان هيبقى فيه ان شاء الله البعثه كبيره، والحمد لله الاولمبيك فيلج هناك متامنه كويس. لا كل حاجه تمام مظبوطه.